شفنا عديت اجوان بعد 4 دقائق، شفنا عديت روبرتو كارلوس بعد 6 دقائق، لكن الهفوات الدفاعيه ليس لها مجال في هذا اللقاء. وادي السرعه وانطلاقه روفيتي وفرصه باندياني وجول، باندياني وجول. لسه بقول لحضراتكم لا مجال للهفوات الدفاعيه. هذا اللاعب المتالق هداف كاس الاتحاد الاوروبي والتر باندياني، والتر باندياني يسجل في هذه المره بقى 5 اهداف هذا الموسم في الليجا. عنده 11 هدف هذا اللاعب على فكره في كاس الاتحاد الاوروبي، لكن عنده 5 اهداف في الليجا، لان تامودو ولويس جارسيا دائما في هذا المكان. لكن شوف حضراتكم الهجمه المرتده كيف يعني فعلها، لكن حذاري من الهجمات المرتده. وادي امامنا نقطه الضعف. روبرتو كارلوس يتقدم وراموس ما بيغطيش، والعرضيه لباندياني. السيناريو تكرر، السيناريو تكرر. نقطة الضعف اللي بيلعب عليها فريق نادي اسبانيول هي الجبهة اليسرى. روبرتو كارلوس يتقدم وروفيتي يمر في هذا الشارع، والحارس لهذا اللاعب طبعا هو اللاعب راموس. يخطئ راموس في التغطية، يلعب روفيتي العرضية هذه المرة إلى باندياني. لا يخطئ مثل هذه الكرات نسبة 100%. كابيلو يعني كانه قاري الاحداث. كابيلو قال لك انا اخشى اللاعبين البدلاء، لان كل لاعب عايز يحصل على فرصه للمشاركه المباراه النهائيه. ولكن نيستروي يسجل، نيستروي امامنا يضع فريقه مره اخرى في اللقاء ويقلص الفارق في الدقيقه 29. الهولندي رود فان نيستروي، رود فان نيستروي ادي امامنا 21 هدف في الليجا، الهدف رقم 21 وهدف تقليص النتيجه ل 2-1 ليعيد مره اخرى فريق ريال مدريد. نيستروي شوف حضراتكم التحرك الهجومي، الهجوم متفوق، اللمسه الحلوه من روبرتو كارلوس، وادي على طول الكوره. شوف التحرك هنا. ادي امامنا راؤول هو اللي راح ناحيه الشمال، وروبرتو كارلوس اللي اتحرك في هذا المكان. ليك ثغرات، ليك سلبيات يا روبرتو كارلوس، لكن ايجابياتك كتيره. سجل هدف، وكان طبعا اللاعب ايورتو كان سجل الهدف الوحيد لفريق نادي ساراكوستا. ادي امامنا فرصه موحه، وادي امامنا باندياني هذه المره. هوبا 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 هوبا، جول جول باندياني، جول والتر باندياني. لعبوا وقفوا على ايه؟ وقفوا على الرايه، لكن ما فيش رايه. اتعلموا بقى، اتعلموا لاعبي ريال مدريد هذه المباراه، ما فيش تسلل. ادي امامنا الاعاده، شوفوا الاعاده، شوفوا الاعاده، شوفوا الاعاده. لا والله هنا فيها شك، الكره دي فيها شك، الكره دي فيها شك كبير. روبرتو كارلوس والمساعد هذه المره يعني رامون هرنانديز. ادي امامنا فرصه يعني الحقيقه استغلها تماما باندياني ليسجل هاتريك في مرمى فريق نادي بروفا قبل المباراه النهائيه. لكن بروفا ايه يعني؟ بروفا فيها قسوه على فريق ريال مدريد. ادي امامنا استلام راؤول، علي يقلص الفارق وراؤول يسجل، راؤول يسجل، راؤول يسجل الفتى الذهبي للريال. ادي امامنا الكرات العرضيه، مشكله لدفاع اسبانيول في هذه اللحظه. ادي الكوره بدات من الجبهه اليسرى والعرضيه النموذجيه تعدي بالجميع، ينتظرها الفتى الذهبي راؤول اللي بيحلم بلقب الدوري الخامس في تاريخه مع ريال مدريد. وادي امامنا هو هدفه السادس هذا الموسم. شوف حضراتكم روبرتو كارلوس، واتلمست من اللاعب مدافع لاكروز، لكن راحت متصلحه وراحت بشكل رائع. لا والله ده نيستروي، ده نيستروي، نيستروي كعب هولندي على الطريقه الهولنديه يوصل اللاعب اللي امامنا راؤول الى مرمى الحارس كاميني، يتقلص الفارق الى 3-2 في الدقيقه 49. مباراه حلوه من اجمع المباريات. اذا قلنا الكلاسيكو من اجمل اللقاءات 29 هدفه رقم 21 في الليجا اللي وضعه على قمه الهدافين، لكن يهمه طبعا انه يسجل في هذه اللحظات. ادي امامنا اللاعب اجوان ويطلع الحارس ادريس كاميني، ما زالت الكره حائره والمرمى الخارجي. جول جول ريال مدريد، جول عن طريق رياس. احتجاج من الحارس كاميني، احتجاج من كاميني، والحكم بيقول له في انذار لو ما التزمتش في انذار. ادي امامنا حكم اللقاء هيدي انذار لكاميني، و3-3 في لقاء المتعه. ريس هو اللي فعلها، فعلها ريس ليسجل ريس رابع اهدافه في الليجا. اللاعب ريس هو صاحب الهدف. ادي امامنا الفرحه الكبيره والفرحه والانتصار اللي يبدو قريب في هذه اللحظات من ريال مدريد بعد ما كان متقدم اسبانيول في تلك المباراه بنتيجه 2-0 عن طريق باندياني في الدقيقه 15 ثم باندياني في الدقيقه 26. لكن نتابع هذه المحاوله. ادي امامنا كاميني، وادي امامنا المتابعه، وادي ريس على طول. الموقف الصعب، الكوره الصعبه، لكن ضغط اجوان وارتطام ما بين المدافع تشيسا والحارس كاميني، واستغلال الامثل لهذه الكره من ريس يفعلها الملك، وهو بالفعل يعني من اللاعبين المميزين. ادي امامنا ريس هو المميز في هذه اللحظات على الكرة، وبالتالي صعبة ده تحسب. ادي امامنا المحاولات، ادي امامنا الروح بقى القتالية، يضغط حلو قوي اجوان، يبدا هجمة سريعة بسرعة الى ريس، يمرر الى اجوان، الانفراد وجول، جول
اجوان القادم من ريفر بليت ابن الارجنتين يضع جماهير ريال مدريد في اسعد لحظاتهم، في لحظات تذكر سيبيلس، في لحظات تذكر الاحتفالات بالبطولات. اللاعب اجوان سجل في مرمى اتلتيكو مدريد، لكن اعتقد اغلى اهدافه واغلى اهداف ريال مدريد. مباراة دراماتيكية، مباراة كل الاحداث كانت فيها اثارة ومتعة واهداف، والمتعة بالبداية حتى النهاية. متعة اللقاء، مباراة نتمنى كانت الا تنتهي، لكن اجوان اعتقد انها وانهى المهمة بنجاح، ووصل ريال مدريد في الدقيقة 89 الى الهدف القاتل، وهو صنع الكرة لنفسه. اجوان بقتاله على الكرة، لكن ريس هو اللي وضع الكرة، هو اللي وصل اجوان. تابع كرة، شوف اجوان، شوف الروح القتالية، شوف القتال، شوف اللاعب الشاب 19 سنة احد صفقات ريال مدريد بالريفر بليت، لكن ريس المعار من الارسنال اللي وصل الطريق الى المرمى. هذه المرة اللاعب ريس كان جوتي البديل الناجح في المباراة الماضية امام اشبيليا، في هذه المرة كان ريس، سجل ريس وصنع ريس الانتصار الى اللاعب اجوان. حقك تفرح اجوان، حقك تفرح. هذا اللاعب بقول لحضراتكم من نجوم الارجنتين في كاس العالم للشباب 2005.